ازيكم يا مديرين. الفيديو ده هو المحطة الثالثة في رحلتنا لقراية العقد بعين تنفيذي. المرة دي هنلبس نظارة الزمن وهنفكك كل بند في العقد ليه علاقة بالزمن. كل كلمة وكل شرط وكل تفصيلة ممكن يكون هو الفرق ما بين نجاح الخطة أو الفخ اللي هيقع فيها المشروع. خلينا نبدأ بالتايم اوف كومبليشن، هي المدة اللي المفروض المقاول يخلص فيها كل أعماله بدون ما يتعرض لغرامة التأخير، وهي المدة اللي هيتقاس عليها الأداء الفعلي للمشروع. طيب البند اللي بيذكر التايم اوف كومبليشن بيكون موجود فين؟ في اغلب العقود الانشائيه للفيديك هنلاقي البند تحت مسمى الكلوز 1.1 في الديفينيشن، او في كلوز 8 الكومنسمنت والديلي اند سسبنشن، وتحديدا في السب كلوز 8.2 اللي هو التايم اوف كومبليشن. ممكن كمان تلاقي الرقم والمعلومه الدقيقه في البارتيكولار كونديشن او في ابندكس التندر. لازم تبقى واعي الصيغه اللي هيتكتب بيها تايم اوف كومبليشن، لان فيها تفاصيل مهمه جدا هتفرق معاك في البرنامج الزمني. تعال اقول لك على 6 انماط مشهورين جدا في العقود الانشائيه. النمط الاول باليوم، زي مثلا ما بيقول the time of completion shall be كذا calendar day from the commencement date. واضحه جدا وسهله، والتقويم المستخدم غالبا بيكون ميلادي. طيب النمط الثاني بعدد الشهور، زي مثلا ما يقول the contractor shall complete the work within كذا month from the commencement date. الشهر هنا ممكن يكون 30 يوم 31 يوم او 28، فخلي بالك هل هو الشهر هنا calendar month ولا المانث هنا 30 يوم. غالبا العقد هيكون محددها في بند في الديفينيشن. النمط الثالث بالشهور الهجريه، هو نادرا جدا لكن موجوده في مشاريع دول الخليج. مثلا ما بيقول مده التنفيذ بتكون 24 شهر هجري من تاريخ البدء. فرق الشهر الهجري بيكون تقريبا اقل من السنه الميلاديه ب 10 ايام، يعني لو الجدول مبني على شهور ميلاديه يبقى لازم تعدل حساباتك لو العقد بالاشهر الهجريه. النمط الرابع بالاسابيع، زي مثلا ما بيقول the work shall be completed within كذا week from the date of commencement. هنا لازم تكون حذر جدا في التقويم، لان هل الاسبوع هو 7 ايام؟ هل في اجازات رسميه مش محسوبه؟ ده بيرتبط كمان بحسابات الوركينج كالندر اللي موجود عندك في البريمافيرا. النمط الخامس الفاينل ديت، التاريخ النهائي، زي مثلا ما بيقول the contractor shall complete the work by ويحط ديت. هنا العقد بيحدد لك نقطه نهايه ثابته مش مده مفتوحه، ودي خطيره لان لو الكوميتمنت اتاخر المقاول بيتزنق في نفس التاريخ، الا لو العقد بيديله الحق في انتايتلمنت جديد من اكستنشن اوف تايم. لكن النمط السادس هو الكومبليشن اوف اتش سيكشن، بيجي مثلا بيقول ان سيكشن A بيخلص في كذا يوم، سيكشن B بيخلص في كذا يوم، والفاينل كومبليشن في كذا يوم. وده معناها ان التايم اوف كومبليشن مش واحده، لكن في مايلستونز متعدده كل واحده ليها عددها الخاص. طيب ايه التاريخ اللي هبدا منه العد التنازلي للمشروع؟ وده اللي اسمه الكومنسمنت. الكومنسمنت ديت هو التاريخ اللي يعد البدايه الرسميه للمده التعاقديه التايم اوف كومبليشن للمشروع. من التاريخ ده هتبدا الاعدادات، العد التنازلي للمشروع ومده التنفيذ، وتتوالى الالتزامات التعاقديه بتاعه المشروع. طيب هنلاقي الكومنسمنت ديت ده فين في العقد؟ اولا ممكن يكون موجود في الجنرال كونديشن في بند مثلا 8.1 لو فيدك، او موجود في الديفينيشن في بدايه العقد ضمن تعريفات المصطلحات، او في البارتيكولار كونديشن لو في شروط اضافيه او معدله خاصه بالمشروع، واخيرا في النوتس تو بروسيد، وده مهم جدا هنتكلم عنه بالتفصيل كمان شويه. وبيكون ليه اشكال محدده، يعني مثلا في الفيدك ريد بوك بيقول لك engineer shall give 7 days notice of commencement date. هنا ما بيحددش تاريخ صريح في العقد، لكن في اليلو بوك في الفيدك برضو بيقول within 42 days after contract agreement. هنا بيكون في حد اقصى، لكن في الفيدك سيلفر بوك بيقول ان الكومنسمنت ديت هو الديت اوف نوتس تو بروسيد وسبجكت تو كونديشنز. وهنا اللي هيخلينا نتكلم بالتفصيل عن النوتس تو بروسيد. النوتس تو بروسيد هو خطاب رسمي من العميل او الاستشاري بيقول فيها للمقاول اتفضل شوف شغلك. لكن الاهم هو امتى العميل او الاستشاري يبعت النوتس تو بروسيد للكونتراكتور. في شويه شروط موجوده في التعاقد لازم يلتزم بيها المالك، وهنا كان لازم ندخل على حاجه مهمه جدا وهي الكونديشن بريسيدنت تو انتي. الكونديشن بريسيدنت هي حاجات لازم تحصل قبل ما اعتبر المشروع بدا رسميا وقبل ما يبدا العد التنازلي للتايم اوف كومبليشن. مش دايما بتكون تحت عنوان واضح، لكن ممكن نلاقيها في بند الكومنسمنت اوف ورك، او في الامبلوير اوبليجيشن، او مذكور ضمنيا في النوتس تو بروسيد، او في الكونديشن اوف كونتراكت، وممكن كمان يجي في ملحق زي الابندكس للتندر او بارتيكولار كونديشن. هنتكلم دلوقتي على انواع مشهوره جدا للكونديشن بروسيد هنلاقيها معظمنا في كل المشاريع،
ومنهم الحاجه السايت هاند اوفر. مش هتبدا غير لما تستلم الموقع، سواء انك هتستلمه اداري ولا فعلي ولا بشهاده رسميه. وهنا لازم تخلي بالك جدا من السايت هاند اوفر، لانه كارثه في الاستلام. لو استلمته اداري وهو مش صالح فيزيكال، هنا هتقع في مشكله كبيره جدا، لان انت استلمته. لازم تستلمه بشهاده رسميه، وتكون عينت الموقع بنفسك او مع مهندسين المشروع. تاني حاجه الادفانس بيمنت، لازم الدفعه المقدمه تتحول الاول. ليه؟ علشان تبدا تجهز المعدات وتجيب الناس. ثالث حاجه البرفورمانس جارانتي، لازم تسلم خطاب الضمان اللي هو البانك جارانتي بنسبه مثلا 10% من قيمه العقد. رابع حاجه الانشورنس بوليسيز، بوليس التامين على الاعمال وتامين على العمال. خامس حاجه البيرميتس واللايسنس، ممكن يكون في تصريح لازم يوصلك من جهه حكوميه معينه زي البلديه، الدفاع المدني، هيئه المواصلات، سواء انت كنت شغال مع ايه. سادس حاجه السايند ان تي بي، حتى لو كل اللي فوق ده اتعمل، في عقد يشترط ان البدايه الرسميه مش هتحصل الا لما يوصل لك نوتس تو بروسيد مكتوبه وموقعه من المالك. طيب لو شرط منهم اتاخر هنعمل ايه؟ لازم نبص في العقد الاول ونشوف نص العقد بيقول ايه الكونديشنز علشان اخد الكوميتمنت ديت. يعني مثلا لو العقد بيقول ان الكوميتمنت ديت shall be 14 days after the contractor receives the advance payment and the site position. تاخر المالك في دفع الدفعه المقدمه 30 يوم، هل تبدا تعد المشروع بتاعك؟ لا طبعا، مده المشروع مش هتبدا تتحسب الا بعد الشروط كلها ما تتحقق. طيب انت كبلانر هتتعامل معاها ازاي؟ لازم تفهم الشروط دي كويس اول ما تستلم العقد. فين الشروط؟ هل هي صريحه ولا ضمنيه؟ هل كل الشروط لازم تتحقق مع بعض ولا واحده منهم؟ ثاني حاجه هنبني تايم لاين مبدئي على اساس تحقق الشروط، يعني ما تفترضش انك تبدا يوم توقيع العقد. لو حصل تاخير في اي شرط سجل كل حاجه، اطلب خطاب رسمي يوضح امتى هيتحقق الشرط، قدم نوتيفيكيشن لو التاخير ده خارج ارادتك. طيب لو الموضوع مط معاك هتطلب اكستنشن اوف تايم رسمي، وما تعدش غير لما تكون الشروط كلها اتحققت. طيب تمام، علشان نبسط الموضوع هناخد تايم لاين مبسط كده هيوضح العلاقه. اول حاجه احنا بنوقع العقد، ثاني حاجه بنشوف الكونديشن بريسيدنت، ثالث حاجه النوتس تو بروسيد، رابع حاجه الكوميتمنت ديت، خامس حاجه السايت هاند اوفر، وبعد كده التايم اوف كومبليشن. وهنشوف لو التايم اوف كومبليشن في مايل ستونز او سيكشنال كومبليشن. بكده نكون شرحنا كل ما يخص التايم اوف كومبليشن عندنا موجود في العقد بكل البنود اللي تخصه. استنونا في المحطه الجايه هنتكلم على حاجه مهمه جدا وهي الفاريشن.